يا رب اجعل القرآن العظيم ملجأنا ودواءنا، واجعل حسن ظننا بك شفاءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم استرنا على وجه الأرض وارحمنا في بطن الأرض. اللهم اغفر لنا حين نقوم أمامك غدا يوم العرض. يا قريبا غير بعيد، يا صاحب كل وحيد، أخرجنا من كل ضيق إلى أوسع طريق. يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، وحشيني خالص. النهاردة هنعمل روتين بسيط، وبداية يومنا هنعمل شوية محشي كده بلية. هتخلي المحشي بتاعنا متطعم وطعمه حلو جدا طبعا. عملنا بقى حتة اللية كده بمعلقتين زبدة، وبعد كده يدوبك خدوا مني 5 دقايق، ونزلت طبعا بالبصلة بتاعتي فرماها في الكبة، وبعد كده هسيبها بقى تقلي الاتنين مع بعض، اللية والبصلة. وبعد كده نزلت بقرن فلفل حراق، وطبعا حاطه الميه الناحيه التانية بتغلي بتاعه الكرنب. وهقطع بقى الكرنبايه بتاعتي من فوق كده من عند الراس، وهشيل الورق الاخضر طبعا هسلقه الاول. الكرنب طبعا اليومين دول في السوق بجد يعني يفتح النفس، هو والقرنبيط هي دي ايامه. خلاص بقى الشتا داخله علينا، ودي ايامه بقى، ايام الكرنب كده. هبتدي بقى اشيل ورقه ورقه كده، وهسلق بقى ايه الكرنب. وطبعا انا بحب ايه لما اكون خلاص هعمل محشي، ما بحبش بصراحه اعمله في نفس اليوم، لان بياخد مني وقت كبير جدا. وطبعا انا عندي ولاد، على ما ابتدي بقى اعمل المحشي واغسل مواعيني واخرج اروق وكده، بصراحه اليوم بيضيع مني. وبتعب بصراحه جدا. فانا بحب ايه، يكون مثلا اليوم دوت يكون عندي اكل، يكون انا مش هعمل حاجه، يعني عندي بقى بواقي اكل من قبليها كده ولا حاجه. حطيت هنا ربع معلقه سكر وقرن فلفل كده حراق، وحطيت سنه كمون. وبعد كده بقى ايه، فبحب بصراحه ايه يعني ايه اسبك كده قبليها بيوم، واقطع الورق كده واحط الحاجه بتاعتي في التلاجة، واجي بقى تاني يوم ابتدي بقى ايه يا دوبك احشي بس. بحب برضو كمان لما اكون هسبك كده تسبيكة محشي، احب ازود في التسبيكة عشان اشيل كيسة على جنب ينفعني ايه في وقت تاني، بصراحة يوفر معايا وقت، لان طبعا احنا معانا ولاد، وطبعا مذاكرة وترويق وكده. فطبعا بصراحة مسكت بقى طبعا التسبيكه خلصتها، وقطعت بقى الورق كده، وجيت تاني يوم بقى ايه بحشي كده على طول. الموضوع بيبقى معايا سهل طبعا، وبيوفر معايا وقت وكده. وهعلق بقى على المحشي بتاعي كده على البوتاجاز، بحب احط الاخضر من تحت، وبعد كده بقى ايه ارص ايه الورق الابيض وكده، بس كده. كنت الفترة اللي فاتت بصراحة بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات، كنت تعبانة، وما كنتش قادرة بصراحة بقالي فترة كده، يعني كنت راقدة في السرير، وما صدقت بصراحة ان انا قمت، يعني الحمد لله بالسلامة. لان بصراحة التعب ده لما بيبقى الواحدة تكون تعبانة بصراحة، يعني بتبقي زهقانة من الشقة ومن الترويق ومن كل حاجة، بتبقي عايزة تخرجي من اللي انت فيه، تقعدي تقولي امتى اخف. مش عارفة، يعني احنا دايما تحسي ان احنا مش عجبانا حاجة، ولا انت مثلا تكوني كويسة وبصحتك تفضلي تقعدي تقولي الولاد بهدلولي الشقة وانا اللي اصبح فيه انام فيه زي ما بيقولوا، وبهدلوا ومذاكرة ونزول وطلوع، انا ما بقعدش ارتاح شوية ليه. وبجد لما حسيت بالتعب اللي انا فيه دوت، ورقدت بتاع 10 ايام كده في السرير، وبقيت تعبانة جدا. بقيت دايما قاعدة عمالة بقى اقول للولاد شيل ده حط ده مش عارفة ايه، بصوابعي بس كده، اللي هو مش قادرة حتى اقوم لهم، كان اخري بس اخش التويلت وارجع تاني على السرير، وكنت تعبانة جدا. فالحمد لله على كل شيء. فطبعا احنا نقول الحمد لله ان احنا بصحتنا، ما تقعديش تقولي كل شوية انا كل يوم بروق، انا كل يوم حوضي مليان مواعين، العيال عاملين شقاوة. احمدي ربنا على الصحة اللي انت فيها، واحمدي ربنا ان ولادك بيلعبوا وشقاي وكل حاجة، احنا احسن من غيرنا بكتير
ربنا طبعا يشفي كل مريض يا رب. في ولاد كتيرة جدا بتستمني ان هم يقوموا يلعبوا، بتستمني ان هم يخرجوا حتى طاقتهم. في ناس ولا عاجبهم ان الطفل يبقى قاعد تعبان، تقعدي تقولي يا حبيبي قوم يلعب، يا حبيبي مش عارفه ايه، لان هو دلوقتي في وقت تعبان، فانت مستغربه قاعد لك بقى على السرير راقد، ولا عاجبك يقوم يتنطط لك على السرير وعلى الكنب ويبهدلك في الشقه. فقولي الحمد لله ان ولادنا بصحتهم وان هم كويسين، وقولي الحمد لله انك واقفه على رجلك وبتروقي وبتمسحي وبتعملي اكلك وبتغسلي غسيلك. فقولي الحمد لله على الصحه اللي احنا فيها، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب. خلصت كده الريسبشن بتاعي وخلصنا الكلام بتاعنا. يا رب يكون الفيديو الجميل دوت عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك عشان قناتي تكبر بيكم. طبعا شجعوني بقى كده ان انا كل يوم اعمل لكم فيديوهات، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.